كرار رحيم، هو من العراق، مختص بالمصارعة والجوجيتسو. مختص بالمصارعة والجوجيتسو، وراح يواجه بطل لبناني اسمه ريكاردو بشير. عنده قاعدة شعبية واسعة هون، مقاتل أصله ببلش رياضة الملاكمة البوكسينج، وبعدين نقل على الجودو قبل ما يصير لاعب MMA محترف. يعني فات بكل الرياضات الإيطالية. صحيح صحيح، برمهم كلياتهم، ويلي هن ركائز هالرياضة. صحيح. هيدي أول مباراة احترافية بالMMA لريكاردو، وين كرار عنده اوريدي 4 مباريات، ربحان 3 وخسران 1. هون بنشوف البطل كرار عم يشق طريقه على القفص على صوت الاغاني العراقيه، فايت بثقه. آخر التعليمات من الجهاز الفني أو المدرب العراقي 100% مع الجهاز الفني للاتحاد اللبناني. هون بنشوف ريكاردو بشير فيها سيناريو سريع الهيئة. المفروض ما تخلص ب3 جولات، المفروض تكون مباراة سريعة، اثنيناتهم جاهزين محمسين، اثنيناتهم ما بدهم يخلصوا المباراة، ما بدهم ياخذوا 3 جولات. إذا بالأحمر رحيم كرار من دولة العراق، 21 سنة، لاعب ناشئ، 93 كيلوغرام، متر 78 سنتيمتر، انتصارين وخسارة، مقابل ريكاردو بشير بإطلالة جديدة بعمر 29 سنة، 93 كيلوغرام، متر 84 سنتيمتر، لبناني، وعم يخوض مجددا بطولة MMA. هو من جذور الجودو والملاكمة. صحيح. عم ياخذوا آخر تعليمات اللاعبين من حكم النص. هون بس عم نشوف في كان تغيير تبديل زوايا. امبارح بالفيس اوف ريكاردو هداه لكرار تبولة على الطريقة اللبنانية. Standing 188 centimeters tall, this man is a wrestler and a Brazilian Jiu-Jitsu practitioner, holding a pro record of. رح ينضم لنا هلا مدير منظمة الACS استاذ رياض الرطل. اهلا وسهلا فيك استاذ. إذا عم ينضم لنا مدير منظمة الACS ومدير البطولة رياض الرطل. رياض يعطيكم العافية. عم نعيش أجواء رائعة جدا من خلال منظمتكم على شاشة الLBCI. بالفعل تنظيم رائع، إضاءة رائعة، دخول رائع، كل شيء مثالي لتكون حدث 5 نجوم. ثانك يو بنشكرك خالد، وبنشكر محمد غمراوي على التعليق. الحمد لله عم نتعب على شغلنا. آمنا بالرياضة بلبنان. اجى مسيو الولي عجاج رجل الاعمال اللي صار اشهر من انه يعرف من استراليا، وبنينا انا وياه المنظمة لوصلنا بالاخير لهون نحقق احلامنا واحلام كل الرياضيين. نحن هلا بالحدث الثالث ACS Fight Night 1 كانت بالكي 1 بشهر نيسان السنة الماضية. رجعنا ACS Fight Night 2
يلي كان بهيدي الارينا كمان وكله عم بيكون صحيح. بس مباشر عندكم بتشرين الثاني 100% الثاني عفوا 100%. وهلا نحن بنسخه ثالثه، نسخة ثالثة بالفعل رائعة جدا. يعني شفنا الفايتات قد ايه كانوا حماسية وقد ايه كان في إصرار للفوز بالضربة القاضية. 3 من 4 انتهوا بالضربة القاضية. وهلا هو ريكاردو يعني ريكاردو شو مخبى. ريكاردو من اميز اللاعبين اللبنانيين، ولكن خصمه كرار رحيم من العراق كمان ما بيقل اهميه، عنده نفس الشراسه، ولكن الضربه الاولى لريكاردو كانت احترافيه موافقه جدا كانت. جمهور الامامي ريكاردو حلو ما في استسلام. عم تشوف الوضع اللي كان في ريكاردو كان مش سهل ابدا. عم نشوف اللاعب العراقي عم يقدر فظيعة هالجولة كثير قوية، عم يقدر يرد الصاع لريكاردو والمباراة صارت متعادلة تقريبا. والله اللاعب العراقي استوعب. يعني انا قلت انتهت المباراة بالضربة الاولى، كيف استوعب اللاعب بالفعل. في اصرار خالد، في اصرار في يعني عم شوف هالفايت نايتس بهالنسخة الثالثة عم يكون الاكثر شراسة والاكثر حماسا. يعني صح. عندنا فايت كارت كبير، عندنا مقاتلين من كل البلدان نقيناهم فايترين لحتى يلعبوا على ارض لبنان بمستويات كثير عاليه. عندنا اللاعب العراقي اللي عم يلعب قدامكم، عندنا حتشوفوا من اوزبكستان من افضل المقاتلين بالعالم، حنشوف لاعبين فرنسيين، فنلندا، اردن. بعد عندنا فايت كارت كثير كبير. وعندنا اللاعب اللبناني المحترف، عندنا لاعبين لبنانيين محترفين من الداخل ومن الخارج مستضيفينهم خصيصا لهيدا الحدث. هون لا بعد عنه، ما زال كان مسيطر. جيم بلان ممكن يكون عم يسمع من الكوتش تبعه وعم يسمع له خذ رياحه، باك رجع، ظبط وقعتك. الام رياضه واسعه، صعب الانسان يتميز فيها. اللي نشوف البطل كثير بيتابع حوله من سترايكينج لفتنس لجرابلر لجوجوتسو لكثير رياضات لحتى نلاقي هذا اللاعب المتكامل. مش هيك اللاعب ام هو لاعب مميز. ريكاردو عم بيعاني ولكن بعده بكامل قوته. الجولة 5 دقائق خالد، 5 دقائق كثير طويلة. أنا عم 5 دقائق من هيك عم تنحسم بالجولة الأولى. أنا عم بتطلع على الوقت شوف إذا بيساعدوا الوقت لريكاردو ليطلع. صعبة هيك صار، ولكن ريكاردو بيبقى عنده اشياء يمكن يفاجئنا فيها مثل ما فاجئنا بأول دخول. عم ينزف بقوة، عم تشوفوا اللاعب اللبناني. الالبوز من اخطر الاسلحه. ممكن تروح سبمشن، ممكن تروح. عم بتشوف قديش اللاعب العراقي لاعب مخضرم وقوي وعنده يستوعب يلي صار بالبدايه ويرجع يسيطر بهالقوه. بنفس الوقت ريكاردو يعني حريف كبير مثل ما بيقولوا. تماما. نحن ما بنجيب الابطال تلعب منظمه غير مستويات تكون عالميه كبيره. اللاعب العراقي عنده ريكورد كثير كبير، هو عارفين انه بطل ثقيل على اللاعب اللبناني. وريكاردو للامانه مع كل الصعوبات اللي عم يقوم هيدا الانطلاقه الجديده لريكاردو يرجع يقوم. هاي تحسب له حتى بالتنقيط يعني، وممكن يرجع يعود للمباراه ويعود بقوه كمان. ما عم بيخليه يكمش بالقفص. الحكم عم بيشوف لانه ممنوع يكمش بالقفص، ممنوع يكمش بالشبك. عم نشوف الدقيقه الاخيره من الجوله الاولى. اتوقع اذا ريكاردو قدر يضاين هيدا الجوله معقول كل شيء يتغير، ممكن يتغير بالجوله الثانيه. اكيد. عم نشوف انه بلش كمان اللاعب العراقي صرف طاقه كبيره. يعني جوله سبمشن، ممكن سبمشن تروح تيك داون جديده. - 28 ثانيه. لازم اللاعب اللبناني يصمد هال 20 ثانيه الباقيين ليقدر يستعيد طاقته وقوته لينزل بجوله ثانيه من جديد. عم نشوف الدم عم ينزف على ارض القفص. لا انا عبرتك 10 ثواني يعني.
رح يصمد رح يصمد، ريكاردو. شكله رح يصمد. هون بسرعه بده يتدخل الحكم لانه صراحة كل الاحترام لريكاردو اللي عانى وما استسلم ابدا. هذا يحسب له، هذا الصمود والاصرار على متابعة المباراة. مش سهل. عم نشوف انه الكوتشز هون شو يعني عم نشوف الحكم منع بالاول تدخل بالاعاده. عم نشوف صور رياض. اوه كان ممكن يحسمها باللحظات الاخيره، كان ممكن. عم نشوف البانش وين قلب المعطيات اللاعب العراقي لما برم صح بسرعه صح. قدر يهرب. هيدي كمان تحسب لريكاردو، هرب من سبمشن كانت حتميه صراحه، يعني كانت حتميه. يعني بدنا نتمنى لكم كل التوفيق رياض. انت اكيد ميرسي خالد. انا بدي اتشكركم، اتشكرك شخصيا. عندك شغل اداري كثير كبير على مدار الفايت نايت 3 الليله. يلا ان شاء الله اليوم. ميرسي لكم. تحيه لك، تحيه لوليد عجاج يلي بالفعل عم يخلي لبنان يكون ايضا موطن كبير لهالرياضه. كل الشكر اذا لك محمد. يعني شفناك عم تتفاعل مع هالجوله. هيدي جوله خلينا نقول خرافيه. والله جوله كثير حلوه، جوله عن جد كثير حلوه. برافو بكل صراحه، برافو انه ريكاردو ضاين وقدر صمد هالجوله، وعم تشوفه مرتاح وعم يجي بكل روح رياضيه. صحيح. يسلم على اللاعب العراقي وهلا عم يسيطر على وسط الميدان. مزبوط، وعنده كت براسه ريكاردو كمان. ف يعني هذيك الجوله ما كانت لصالحه ابدا الا بدايتها بس بعدين خلص رجع سيطر اللاعب العراقي بالنقاط وبالسيطره. هي بتدل انه عنده قوه هائله بس بعد منه مرتاح بالام اي. صحيح 100%. هلا بدنا نشوف الجوله الثانيه والثالثه شو حيكون مصيرهم. ان شاء الله ينهيها قبل ما تخلص، ما نوصل لثالث جوله. عم نشوف اللاعب العراقي عمل دك تحت الهوك، تحت اللكمه الخطافيه لريكاردو. جرب يعمل له تيك داون، عم جرب يرجع اجان يعمل له تيك داون. هون لازم ريكاردو عم يعطيه فرصه. لاعب خبره العراقي. لا العراقي لاعب خبير، عم يجرب يستدرجوا للاعب اللبناني. صحيح 100%. بس ريكاردو كمان يعني فهم له. حتى شوف كيف الحديث يعني الجانبي الجولة بيناتهم. الأولى كانت جولة عنيفة، الجولة الثانية جولة رياضية بامتياز. صحيح، بس بنفس الوقت جولة تكتيكية. صاروا يعني كل حدا عنده البلان بده ينفذها. عم نشوف أكثر البلان تبع اللاعب العراقي إنه يرجع ياخذ ريكاردو على الأرض. عم نشوف ريكاردو إنه تعليمات الكوتش تبعه حسب ما فهمت إنه يستغل أغلاطه للاعب العراقي ويجرب يوفر طاقة. يعني اثنيناتهم عطوا طاقة مخيفة. خلصوا طاقتهم الانفجاريه كلها باول جوله. عم نشوف هون عم يحط ضغط على كتفه لكرار. تعب اللاعب اللبناني. في تعب من الطرفين. فهلا هون اللاعب الافضل هو اللي بضل واقف، اللي بضل صامد. عم نشوف هون ريكاردو بانتظار، عم ياخذ نفس، عم يجرب يقسم نفس، يرتاح على القفص. اكزاكتلي. هون عمل له تيك داون وعم يطلع، عم يجرب يطلع فول ماونت، ولكن قرر على اخر لحظه يرجع يكون سايد ماونت. هون خالد بتلاقي بس يكون في اجر وحده كبيره للاعب العراقي. صحيح عم يعمل ترانزيشنز من ميله لميله، عم يعرف شو عم يعمل. بس تشوف في اجر فوق واجر تحت، هيدي اسمها هاف ماونت. عم يجرب ياخذ سيطرة على ريكاردو. بتشوف كيف بقرب جسمه عليه وراسه على راس ريكاردو لحتى ما يعطيه مسافه بلش هون تميل الدفه كليا للاعب العراقي. صحيح هون عم يستخدم، هون بنشوف الخبره القويه اللي عنده اياها اللاعب العراقي على الارض. بس كمان قوه ريكاردو عم تكون غير، عم تكون كمان لصالحه. هون الحكم المفروض يوقف اذا ما في اي شيء فعال بهذا الاحتكاك، ويرجع بيوقف اللاعبين. عم تشوف عم يجرب كرار يدخل ويحط كواع
بانشز. هلا عم يجرب يضرب ياخذ لكمات، عم يجرب يسيطر، عم ينجح انه يسيطر اكشلي على ريكاردو اكثر. ريكاردو هلا بموضع لازم يطلع من هالبوزيشن، ما لازم يضل هيك، لازم يعمل اي شيء ليطلع. بعد في دقيقه ونص على الجوله، مش قليل ابدا، يعني لازم يلاقي حل. عم يجرب يلاقي حل. اذا بتشوف كيف راح على جنبه عم يجرب يطلع شريمب، يزحط برا الوضعيه. صار بوسط الحلب، يعني بوسط الكيج، من الصعب يقدر يرجع يروح للزاويه تيرتاح. صحيح. هلا هو اصلا بهيدي الحاله حتى لو كان على جنب الزاويه بيقدر يستفيد من الكيج، بس انه يحط اجره عليه وياخذ مومنتوم يطفش اللاعب عنه. عم نشوف كثير دم على الارض، صار في كت شكله كبير على وجه ريكاردو. هون شو بيصير القرار للحكم؟ هون عم يتدخل الطاقم الطبي، وبعتقد الحكم قرر انه يوقف المباراه. ايه بالفعل الحكم قرر انه يوقف المباراة بس عشان سلامة اللاعب. عم نشوف ريكاردو عنده كات كبير بوجهه، فحفاظا على سلامته، لانه بالنهاية هيدي الرياضة. قرر الحكم انه يوقف المباراة لصالح اللاعب العراقي. نتمنى الف سلامة لريكاردو، وان شاء الله يكون عنده كمباك اقوى، والف مبروك. فرجينا موهبة رائعة جدا، وقوة اندفاعية وقوة انفجارية رائعة، الله يحميهم. برافو، مبروك للاعب العراقي. يمكن الاجمل صحيح بالنسبه للقوه الانفجاريه. ايه طبعا. هلا عم نشوف الروح الرياضيه كيف اللاعب العراقي عم يطمن على سلامه ريكاردو. نتمنى له الشفاء العاجل. اجان خالد، هيدا شيء مش لا بيهدد سلامه اللاعب او ولا شيء، ما في هلا خطر على سلامته لريكاردو، بس حفاظا على سلامته تقرر انه يوقف المباراه. تحيه كبيره للطاقم الطبي وبرافو للحكم. هون عم نشوف الإعادة يلي عملت الفرق. صحيح. عم نشوف هون كيف بلش ريكاردو هو المسيطر، بعدين شفنا كيف قرر اللاعب العراقي استخدم خبرته ليقلب الأمور لموازينه، واستغل انه عمل كات لريكاردو واشتغل على هيدي النقطة. هون الخبرة بتلعب دور. اجين هارد لك لريكاردو بشير، ورجانا مستوى حلو كثير كثير عن جد. مستوى اللاعبين كان عالي جدا فنيا 100%. مثل ما ذكر سيد رياض عندنا مستويات رائعه بلبنان، بس بدنا الهايلايت اللازمه عليه. مبروك لقرار رحيم، وهارد لك لريكاردو. المواجهات يلي عم يتابعها ايضا عن قرب رئيس الاتحاد اللبناني للام ام اي محمد داغر. نرجع له الف تحيه لاستاذ محمد. والمباراه الجايه خالد هي المباراه الثأريه اللي خبرتك عنها على وزن 63 كيلو ونص بين البطل اللبناني ماجد رحمون، يلي هو مخضرم كثير كبير برياضه المواي تاي، من الابطال اللبنانيه اللي طلعوا على تايلاند وعسكروا بتايلاند ولعبوا مباريات احترافيه ضد بطل اوزبكستاني. التقوا ببطوله الامارات للمواي تاي، وصار وقت الماتش بيناتهم وربح البطل الاوزبكستاني. فمجد جرب يرجع يتحدى للاعب، قرر يتحدى للاعب يرجع على ارضه لمجد بلبنان، بس برياضه الام ام اي. فتوقع انه يكون في ماتش كثير حماسي، في خلص ريماتش بالنهايه، في انتقام رح يكون.